ازيكم؟ معاكم نسرين طلعت من شجرة تحقيق الأحلام. أنا جاية أقول لكم دلوقتي ليه نشتري بفاتورة الشركة. ناس كتير بتقول احنا بنشوف على النت خصومات كبيرة، انتوا بتبيعوا بخصم 23%، احنا عايزين الخصم ال40 وال50 وال60 اللي بنشوفه على النت. لا، أنا جبت المجموعة دي بسعر أرخص، انا جبت المنتج ده بسعر ارخص، انتوا بتبيعوا غالي. ودايما بنقول يا جماعه فاتوره الشركه فاتوره الشركه فاتوره الشركه، بس محدش برضو بيسمع الكلام، والناس للاسف بيتنصب عليها وبيحصل حاجات كتير غلط واضرار في البشره. عايزه اوريكم اديكم مثل بس بسيط حصل لسه امبارح في الشجره بتاعتنا. واحده عضوه قالت للليدر اللي متابعاها، قالت لها لا انا مش هشتري من عندك الكريم دوت، هو غالي، انا هشتريه من صفحه تانية، وبعتت لها سكرين ان هو بسعر ارخص كتير. تمام، فالبنت فعلا اشترت الكريم دوت. انا مش هتكلم كتير، انا عايزه اوريكم هي بعتلها ايه، وبعتلها فيديو عامل ازاي، بعد كده هعلق. اوكي، بعتلها سكرين ان هي بتقول لها انا اتنصب عليا، عايزه اشتكي مين، وبعتلها الفيديو دوت. الكريم السي سي جورداني بينزل ميه فاصل من جوه عن المنتج نفسه. بصوا شايفين الفيديو عامل ازاي. كلمت الصفحه اللي اشترت منها، فالبنت قالت لها بكل سهوله حطيه في التلاجة. شفتوا قد ايه النصب بيبقى عامل ازاي. قيسي على كده كل منتجات البشره دي، ده ميك اب دوت كريم اساس. قيسي على كده منتجات البشره كلها، قيسي ان انت بتشتري وشك، انت بتشتري فعلا حاجه امان ليكي. عمرك ما هتكوني تروحي تشتري من صيدليه دواء لولادك وانت واثقه ان هو اكسباير او الحاجه دي قديمه او انتهت. انت لازم بتشوفي اول حاجه تاريخ الصلاحيه، وبتشوفي ان هي حاجه موثوق فيها. لو لقيتي واحد قدام الصيدليه بيقولك تعالي انا هديكي الدواء دوت بسعر ارخص 10 جنيه، انت عمرك ما هتروحي تعمليه. لو حد جه قالك ما تشتريش الدواء دوت علشان هنا غالي، ده مستورد، تعالي اديكي نوع تاني معمول تحت بير السلم، انت اكيد مش هتجازفي بصحتك. فهو نفس الكلام بالظبط المنتجات اوريفليم يا جماعه. احنا عندنا في الشجره، احنا الحمد لله رب العالمين عندنا امانه شديده جدا. حتى لو المنتج نازل الشهر ده غالي، الشهر الجاي ارخص، انا بقولك استني ما تشتريهوش، استني الشهر الجاي هو عليه عرض، انا بديكي كاني انا اللي هشتري، عمري ما هخدعك. شجرة تحقيق الأحلام اسم معروف جدا في مصر الحمد لله رب العالمين، وفي أفريقيا، والأمانة معروفة فيها. البنت لما جت الليدر عندنا قالت لها بصي حصل معايا ايه، قالت لها معكيش فاتورة، مش هقدر اعملك حاجة، بس اللي هقدر اعملهولك ان انا هبلغ الدايركتور اللي معايا، نبقى نعمل ميل للشركة بالبيج اللي انت اشتريتي منها اللي هي مكتوب عليها خصم فظيع 60%. خافوا على صحتكم، خافوا على بشرتكم. حتى البرفان ممكن يأذيكي. انا برضو قلت قبل كده ان انا استعملت برفان خارج اوريفليم وعمل لي مشكله في صدري وخلاني خدت بخاخه. دي حاجه امنه. عايزه اوريكم برضو حاجه عندي انا في البيت، حاجه اكسباير، الفرق بينها وبين الكريم اللي لسه جايباه. هما نفس الكريم، كريم الالتيميت ليفت، انتوا كلكم عارفينه اهو. كريم الالتيميت ليفت اللي هو بتاع شد البشره، اللي انا قلت لكم اللي هو ضيع التجاعيد اللي هنا وضيع التجاعيد اللي هنا. الحمد لله رب العالمين بيبقى شكلي اصغر من سني، انا عندي 42 سنه. بس انا عايزه اوريكم ده بقاله عندي كتير ولسه فاتحاه، فاكتشفت ان هو حصل فيه كده. شايفين الزيت؟ شايفين الكريم لونه ايه؟ هو بقى كتل، حتى مش بيطلع في ايدي، هو بقى ملزق. بصوا، فصل الكريم، فصل عن شكل الكريم نفسه، بقى زيت. ده الزيت بتاعه، ده بقاله حوالي 5 سنين معايا، فانا كنت ناسياه وبفتحه دلوقتي فوجئت بيه ان هو بشكله كده. وده الفرق بينه وبين الكريم العادي. تهيألي باين جدا الفرق، باين جدا ان ده كريم طلع في ايدي في ثانيه، بفرشه على بشرتي في ثانيه اهو. ما بقلقش من اي حاجه، عمري ما هحط التاني على وشي، ما فيهوش اي زيت يعني. انتوا شايفين؟ ده الفرق بين الكريم اللي انت بتشتريه برخيص مركون عند البنت. كانت المجموعه دي بتتباع من زمان ب 700 وب 600، فهي بيعهولك بالسعر ده عشان هو قديم عندها بالشكل ده، ملوش فاتوره. لو لقيتيه بالشكل ده او واخد شمس او محطوط في حته مكتومه ولقيتيه بالشكل ده، عمرك ما هتقدري تفتحي بقك تقولي انا عايزه ارجعه من غير فاتوره. لكن لو انت اشتريتيه كده وطلع فيه اي مشكله، انت هتقدري ترجعيه. واحده برضو عندنا في الشجره اشترت كريم بالفاتوره
وكل حاجه، بس الكريم طلع مسرب من هنا. الو، الكريم فيه مشكله. صورت له الفاتوره، صورت له الكريم، المجموعه كامله راحت لها لحد البيت، خد القديمه ورجع لها الجديده. وده حصل برضو، ولو عرفت اعمل لكم سكرين هعمل لكم. اشتري صحتك واشتري نفسك، بلاش تسترخصي عشان ده وشك. شكرا ليكم، واعتمدوا على كلمة شجرة تحقيق الأحلام، هي دي الأصل، هي دي الأمان. شكرا ليكم.